تعرف المسلسل الكرتوني الروسي المشهور ماشا والدب؟ طب سمعت القصة اللي اتبنت عليها فكرة المسلسل؟ سنة 1998 في قرية روسية صغيرة باسم أوريه المجاورة للغابات، كان عايش فيها أسرة صغيرة عندهم بنت اسمها ماشا. ففي يوم من الأيام الأب والأم راحوا الشغل، لكن في اليوم التعيس ده في دب هجم على القرية كلها. البنت في اليوم ده كانت بتلعب لوحدها عند البيت، ومن لحظتها اتحولت من بنت ريفية صغيرة لشبح. طبعا أبوها وأمها ما استحملوش اختفائها، تركوا كل حاجة وسافروا وسابوا البيت فاضي. لكن ماشا أو بمعنى أدق شبح ماشا فضل في البيت ده وحوله لمكان مرعب، وحتى حيوانات الغابة كانوا حاسين بوجود ماشا في المنطقة، وخاصة الدب. وكل الحيوانات كانوا عارفين إن الدب هو اللي بلعها في بطن، عشان كده شبح ماشا كان بيطارد الدب طول الوقت، وما كانش بيسيب برضه الحيوانات التانية في حالهم، وكان دايما بيفكرهم بوجودها وباللي حصل لها. وفضل يبقى جزء من البيت، وأي إنسان كان بيدخل البيت كان برضه بيحس بوجودها. طبعًا الشركة المنتجة للمسلسل الكرتوني ده نفت الموضوع ده تمامًا بشكل رسمي، لكن زي ما بيقولوا في روسيا ما فيش دخان من غير نار. على كل حال، ده تفسير له الحق في الوجود، وبيفسر ليه بنت صغيرة ما بتكبرش في السن مع مرور السنين، بقى لنا كام سنة بنتفرج عليها وهي زي ما هي، وليه عايشة لوحدها وليه مع دب.